ايه رأيكم بقى النهاردة نعمل العيش التحفة الجامد اللي قدامكم ده، وفي اسرع وقت في 10 دقايق بدون تخمير وبدون عجن وفي الخلاط. مش هياخد وقت تماما. يلا بسم الله. اول حاجة معانا كوباية من الدقيق، عليها كوباية من المية، عليها معلقة من السكر، معلقة الا ربع من الملح او نص معلقة من الملح، ومعلقة من الزيت. دي كمية صغيرة جدا، لو حابين بقى تزودوا هتضاعفوا الكميات، يعني كل كوباية دقيق عليها كوباية مية عليها معلقة زيت. هنضرب الكلام ده كله في الخلاط حلو جدا، وبعد كده هنجيب الطاسة وندفي الطاسة، ما تبقاش سخنة قوي، وندهنها دهنة زيت بسيطة. وبعد كده نبدأ بقى ننزل بكمية حلوة من العجينة في الطاسة وحسب الحجم اللي انت عايزاه، بس طبعا لو عايزة حجم صغير هتعملي طاسة اصغر من كده. وهنسيب العجينة بتاعتنا كده على النار المتوسطة لحد ما تلاقي الحروف تبدأ تصفر والعجينة كلها اصفرت زي ما احنا هنشوف مع بعض كده. هتلاقوا الدايرة البيضة دي بتصغر والصفار بيكتر اكتر كده زي ما احنا شايفين. خلاص كده تقريبا استوى من تحت. هنقلبه بقى على الوش التاني، مش هنعمل اي حاجة في الخطوة دي غير ان احنا هنقعد نقلب على الوش ده شوية وعلى الوش ده شوية زي ما احنا شايفين كده، وما نعملش اي حاجة خالص في الخطوة دي لحد ما هوريكم امتى بالظبط هنبدأ نتدخل وهنبدأ نساعد الرغيف ان هو يتنفخ معانا زي ما شفنا في اول الفيديو. بصوا الرغيف كده بدأ يتنفخ من الحروف. هنقعد نقلب على الوش ده وعلى الوش ده لحد ما ياخد لون، واول ما يبدأ بقى هو يساعد نفسه ان هو يتنفخ زي ما هنشوف مع بعض كده اهو الرغيف بدأ ان هو ما شاء الله يتنفخ معانا لوحده. هنبدأ بقى ندوس ونساعده ان هو يكمل الانتفاخ بتاعه وانه يعمل طبقتين. عشان كده بقول لكم ما ترققوش قوي طبقة العيش في الطاسة، خلوها طبقة كويسة علشان يبقى طبقتين حلوين. هنبدأ بقى نقلب على الوش ده وعلى الوش ده نديله لون حلو كده، وشايفين التحفة والجمال بجد التحفة خطير. بس ما توطوش النار قوي، خلوها متوسطة. وكده خلاص يكون خلص معانا العيش. بصوا بقى بعد ما برد شوية هوريهولكم لما نفتحه من جوه قد ايه الرغيف تحفة وجميل جدا. وحتى لو ما اتنفخش قوي معاكي هو طري زي الفطير. بصوا الجمال والتحفة، خطير 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 بجد. لا تخمير ولا فرد ولا عجن ولا تقطيع ولا تريح للعجينة ولا اي حاجة خالص، ولا هنسيب العجينة حتى ترتاح شوية ولا اي حاجة. هو على طول كده في ثواني هتعمليه. لو مستعجلة او لو اتفاجئتي ان انت ما عندكيش عيش ما تشيليش هم خالص. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.